أهلا بيكم في فيديو جديد وجولة جديدة، وجولتنا النهاردة في السيدة زينب. النهاردة هنروح نشوف أسعار يميش رمضان. هتلاقوا هنا أسعار كتيرة جدا وأنواع كتيرة تقدروا تختاروا منها اللي يناسبكم. كمان هنشوف كمان أسعار البقوليات وكمان أسعار التوابل. كل ده في خلال الفيديو، تابعوني لحد الفيديو لحد الآخر. وما تنسوش لو أول مرة تشوفوني تفعلوا زر الاشتراك، الزر الأحمر تحت الفيديو، ولايك للفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم جميع فيديوهاتي. وزي ما انتم شايفين كده الدوم، الخروب، وكمان تمر هندي. تمر كان ب100. وهتلاقي بقى أسعار البلح كتيرة جدا، من أول 20 أو 25 لحد 180. طبعا بيختلف طبعا من الأنواع بتاعة البلح. لو بصينا كمان للمشمشية والقراصية والزبيب، هتلاقي أسعار برضك كتيرة ومختلفة. طبعا الاختلاف بسبب الأنواع لكن مش بسبب الجودة، يعني كل نوع وليه سعره. السوداني كمان المتقشر كل دوت زي ما انتوا شايفين كده. جوز الهند ب200 جنيه. والسوداني متقشر ب140. هتلاقوا بقى هنا عنده كمان الفول ب56، وده كان أرخص حاجة في السوق. يعني هو 56 ده أرخص حاجة، وبعد كده 60 بقى. كل ده هتتابعوه من خلال الفيديو. طبعا السوق دوت خلف جامع السيدة زينب. طبعا ده مش كاتب الأسعار، ولكن هتلاقيه أسعاره نفس الأسعار اللي في السوق عموما كلها. هتلاقي كمان المكسرات كلها بجميع أنواعها، سواء بقشرها أو متقشرة، هتلاقوها موجودة بجميع أنواعها والأسعار بتاعتها. طبعا الدوم، الخروب، البلح بقى أنواع كتيرة جدا، والقراصية هنا كان ب240. زي ما أنا قلتلكوا البلح هناك أسعار كتيرة جدا جدا. طبعا البلح الاسكواتي والبرمود هو دول أغلى حاجة، وكمان في نوعين تاني غاليين، بس دول عشان أحسن حاجة وأغلى حاجة. هتلاقوا هنا التوابل عندكوا الكمون ب480، فلفل اسود ب400، الكزبرة ب160. هتلاقوا كمان الشطة أو الفلفل الحار ب200. وهتلاقوا التوابل أو كمان البقوليات كلها. زي ما أنا قلتلكوا كل واحد أسعاره بتختلف عن التاني. هتلاقوا بقى بردك الزبيب برضو أسعاره شايفين 120، كان كان 130 في عند حد تاني. وهتلاقوا المكسرات أسعارها عالية قوي، كانت أغلى حاجة المكسرات، سواء البندق أو اللوز أو عين الجمل. هتلاقوا ب460 و560 و440. كل دي أسعار الكيلو. الكاجو كان أغلى حاجة كان ب700 جنيه. هتلاقوا كمان العصاير بجميع أنواعها، سواء صوبيا أو أكياس قمر الدين. طبعا الزبيب كان من أول 200 لحد ومن أول 130 و140 لحد 200، 220 و210.
هتلاقوا الزبيب أنواعه بردك كتيرة، والبلح طبعًا زي ما انتم شايفين مكتوب عليه بلح اسمه إيه، وهتلاقوا ده هنا كان ب70، وهتلاقوا كمان في آخر الفيديو في حد كان بيبيعه 35. طبعًا البلح عشان أنواع كتيرة جدًا حسب النوع هتلاقوا السعر. طبعًا البلح الطري شوية كان 50، 60، و70. زي ما انتم شايفين كده البلح البراموت كان ب120. والزيبي هتلاقوا منه أنواع كتيرة جدًا، الأحمر والأصفر والدهبي، وكمان هتلاقوا فيه الأسود. العصاير كلها بقى المسكرة هتلاقوه من أول 80 و70. دي كانت علب بلح بردك، وهتلاقوا قمر الدين بقى 70، 85، و80، و85. السوق مليان بيميش رمضان، وأسعار بلح كتيرة. وهنا بقى التوابل بردك هتلاقوا التوابل بجميع أنواعها، والفول ب60 هنا، وقرفة وكمون ب140، قصدي الروزماري ب140. وورق اللورو مش كاتب سعره كام، بس ال100 جرام ب20 جنيه. وهتلاقوا ينسون ولوبيا بلدي ب140. هتلاقوا الفول المدشوش ب60، والفول التدميس ب60 بردك. ده كان أرخص واحد موجود في السوق بيبيع بلح. البلح ب25 ده مكانش قد كده، يعني البلح ال35 أحسن شوية. وطبعا كل ما البلح بيغلى كل ما يبقى أحسن بكتير عند الراجل دوت. وده كان أرخص واحد في السوق كله تقريبا بتاع بلح. هتلاقوه بقى في آخر السوق وانتوا خارجين كده من ورا الجامع، هتلاقوه هو آخر واحد في السوق. هتلاقوا كمان عنده المكسرات اللي بقشرها سعرها نوعا ما رخيصة شوية، بس طبعا لما انتوا عارفين اللي لما يكون بالقشرة الخارجية بتاعته بيتقل في الوزن، فالكمية بتبقى قليلة. وهتلاقوا كمان عامل علب صغيرة بدون القشرة الخارجية بتاعة المكسرات. هتلاقوا كمان عنده الفول السوداني ب140، وعنده المشمش المجفف ب160. والكركديه بردك كانت الأسعار بتاعته كانت عالية ب280 و200. يا رب الجولة تكون عجبتكم، متنسوش لو الجولة عجبتكم وقدرت أفيدكم ولو المعلومة ولو بسيطة شير كتير عشان تفيدوا بيها ناس كتير. وأشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.